اهلا وسهلا في برنامج مصريات. النهارده هنتكلم عن انتصارات اكتوبر، وازاي ان انتصار اكتوبر ما كانش مجرد انتصار عسكري، لكن كان حدث تاريخي غير الوعي العربي كله. هنعرف كل ده بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل، وحلقة النهاردة عن حرب أكتوبر سنة 1973. الحقيقة أن حرب أكتوبر ما كانتش وليدة لحظتها، لكن كانت تعتبر هي رابع حرب في الصراع العربي الإسرائيلي. كانت الحرب الأولى سنة 48 هي حرب فلسطين، الحرب الثانية سنة 56 اللي هي حرب السويس، والحرب الثالثة هي حرب 6 أيام سنة 67 أو فيما يعرف بالنكسة، إلى جانب طبعا اللي هي حرب الاستنزاف اللي استمرت من سنة 68 إلى 1970. خلال الفترة المسماة بحرب الاستنزاف كان الهدف منها استنزاف قوى العدو إلى أن يتم الجيش المصري استعداده لحرب 73. في سنة 1970 توفى الرئيس جمال عبد الناصر، وتولى بعده الرئيس أنور السادات، واللي كان من أول لحظة وضع خطة لحرب 73 لتحرير سيناء في ذلك الوقت. خلال الفترة دي كان بيتم الاستعداد لحرب 73، فهنلاقي ان كان بيتم نشر الجنود مع المدرعات والآلات والأسلحة بتاعتهم على ضفاف القناة، ويتم سحبهم مرة أخرى. وهذا الأمر تكرر عدة مرات، وكان الهدف منه هو إرباك العدو بنشر الجنود المصريين على الضفة في إشارة لاستعدادهم للحرب، ثم إعادتهم مرة أخرى أو سحبهم مرة أخرى. فكان هذا الأمر بيمثل إرباك للعدو. أيضا أن الجنود المصريين أو القادة المصريين على وجه الخصوص خرجوا لأداء العمرة، وهذا الأمر وصل للقيادة الإسرائيلية بنوع من الراحة، وده بمعناه أن الجيش المصري غير مستعد لحرب في تلك الفترة. وبالفعل نزلت أخبار بصور خاصة بالقادة وأن هم لابسين لبس الإحرام وأن هم بيستعدوا لأداء العمرة. عقب ذلك أيضا قام الرئيس السادات بالتجهيز لخطة العبور، وكان بتنسيق مع الجبهة السورية. اختاروا يوم هو يوم احتفال ديني في إسرائيل، وكان هذا اليوم أخذت عدة قيادات إسرائيلية أجازة لقضاء هذا العيد. كان بداية الهجوم في الساعة 2 الظهر، وده معناه أن هو وقت أصلا راحة، خصوصا أن المصريين في ذلك الوقت كانوا في صيام رمضان، فلم يكن يتوقع العدو أن هم هيهاجموا في وقت الظهر وهم صايمين. تم الإعلان للحرب في خطوة هي مفاجأة للجانب الإسرائيلي، وكان في نفس الوقت متزامنا مع الجبهة السورية، فكانت حرب 73 على الجبهتين المصرية والسورية، وهي بتسمى في سوريا الحرب التحريرية، وفي مصر حرب 73. في البداية شهدت الجبهة العديد من البطولات المصرية وعديد من الشهداء اللي أفنوا روحهم في سبيل استعادة سيناء مرة تانية. من أهم الحاجات اللي بتمثل العقلية المصرية واللي أشاد بيها العالم هو خط بارليف اللي أنهى عليه المصريين، واللي كان الجانب اليهودي بيدعي أن هو أقوى خط دفاعي في العصر الحديث، وأن مفيش جيش يقدر يتخطى هذا التل من الرمال. لكن استخدم المصريين مضخات المياه للقضاء على خط بارليف، وبالفعل نجحوا في هذا الأمر. أيضا استطاعوا عبور قناة السويس إلى الضفة الأخرى، وكانت هذه الخطوة هي خطوة مفاجأة للعدو الإسرائيلي اللي هم ما قدروش إن هم يستوعبوا ما يحدث، وخاصة إن كل الاستخبارات الأمنية كانت بتصل لهم بأن الجيش المصري ليس على استعداد للحرب.
الحقيقة إن حرب 73 ما كانتش دور مصر وسوريا فقط، لكن في حرب 73 نقدر نشوف لأول مرة في التاريخ الحديث التضامن العربي الفعلي مع مصر وسوريا. فهنلاقي إن الملك فيصل في السعودية قاد معركة النفط، فمنع تصدير النفط عن الولايات المتحدة وعن الدول الأوروبية في خطوة منه للضغط على الدول الأوروبية وعلى أمريكا بانسحاب إسرائيل من سيناء. وبالفعل كانت هذه الخطوة مؤثرة إلى حد كبير على الاقتصاد الأمريكي وعلى الاقتصاد الأوروبي، لدرجة أن بعض ناقلات النفط عادت من منتصف الطريق إلى المملكة مرة أخرى. والصور الفوتوغرافية الخاصة بتلك الفترة في الولايات المتحدة بتظهر لنا قد إيه أن القرار كان مؤثر لدرجة كبيرة. فهنلاقي أن السيارات متعطلة في الشوارع، وأن الأهالي رجعوا لاستخدام الخيول مرة تانية في سبيل أن هم يتغلبوا على قرار منع النفط عن الولايات المتحدة. الأمر لم يقف عند هذا الحد، هنلاقي الجزائر أرسلت قوة مساعدة لمصر، العراق وليبيا والسودان والكويت ساعدوا مساعدات عسكرية ومادية أيضا. كان حرب أكتوبر لا تمثل مجرد حرب عسكرية انتصرت فيها مصر وسوريا على إسرائيل، ولكن بتمثل أن الأمة العربية قدرت أن هي تغير الاتجاه العالمي لصالح مصر وسوريا في ذلك الوقت. انتهت الحرب بانتصار مصر وسوريا على الجبهتين، أجبروا إسرائيل إلى الانسحاب. حدثت بعد ذلك معاهدات زي معاهدة كامب ديفيد، وعلى إثرها عادت سيناء بالتدريج إلى مصر. كانت آخر قطعة في سيناء هي طابة اللي عادت في سنة 89 تحت السيادة المصرية. حرب أكتوبر ما كانتش مجرد حرب عسكرية، لكن كانت حرب عودة الروح المعنوية للشعب المصري بعد ما كان في حالة من اليأس بعد حرب 67 أو نكسة 67 وبعد مشاعر الانهزام. حرب 73 أعادت للمصريين روح الأمل، وأعادت لهم إن هم يثقوا في قيادتهم السياسية. لو اتكلمنا عن حرب 73 من الناحية المعنوية للشعب المصري، هنلاقي إن مجرد إن أصغر جندي من الجنود اللي كانوا موجودين كان بيحاول ان هو يؤدي دوره على اكمل وجه. من اهم الامثله اللي بتمثل شجاعه الجنود المصريين في تلك الحرب الشهيد عبد العاطي اللي دمر لوحده حوالي 23 دبابه، وبسبب هذا الامر تسمى بصائد الدبابات. واحنا لحد الان في سيناء بنجد شهداء من 73 او من 67 تم دفنهم هناك او تم ابلاغ بفقدانهم. والعام الماضي في شهر يوليو 2024 تم العثور على رفات أحد الجنود اللي بيعود أصله إلى منطقة الدخيلة في الإسكندرية، وتم التعرف عليه بواسطة أبناء شقيقه، وتم استلامه في سبتمبر 2024، وتم إقامة جنازة عسكرية مهيبة ليه في الإسكندرية ودفنه بطريقة مشرفة. الشاهد من هذه الحادثة أن الشعب المصري حوالي 120 مليون. لو قسمنا الشعب المصري إلى عائلات فحرفيا ما فيش عائلة في مصر لم تقدم ابن من أبنائها شهيد في حرب 73 أو في حروب الاستنزاف. حرب 73 كانت مثال لالتفاف الشعب المصري حول القادة. هنلاقي أن قدر المصريين ان هم يستخدموا كل إمكانياتهم في تسخير النصر في هذه الحرب. على سبيل المثال لما كانت الشفرات المصرية بيتم اختراقها من العدو، قام أحد الجنود بابتكار شفرة خاصة بالجنود المصريين، وكانت عبارة عن استخدام اللهجة النوبية، وهي لهجة خاصة بأهل النوبة فقط ولا يفهمها غيرهم. اقترح هذا الجندي على القيادة استخدام اللهجة النوبية في إرسال الشفرات، وتم تعيين باقي الجنود النوبيين في المراكز القيادية لاستلام وتلقي الشفرات. ولم يستطع العدو كسر هذه الشفرة لأنها لا تعتبر من اللهجات الدارجة أو المعروفة بالنسبة للمصريين حتى أنفسهم. إن الجيش المصري كان مكون من جميع طوائف الشعب، لم يتخلى أحد أفراد الشعب عن دوره في الدفاع عن وطنه. كان المسلم بجانب المسيحي، جميع طوائف الشعب اتحدت في سبيل استعادة الأرض وفي سبيل الاصطفاف خلف القيادة. الحقيقة أن دور الشعب المصري في هذه الحرب يعد واحد من أهم الأدوار. حتى الأشخاص اللي لم يكونوا على الجبهة في ذلك الوقت
فهنلاقي ان في ذلك اليوم بالذات اللي هو يوم 6 اكتوبر 1973 لم تسجل في تلك الفتره اي حالات من القضايا في مراكز الشرطه، فكان الشعب المصري في حاله من السعاده بالحرب وباستعاده ارض سيناء مره ثانيه. احنا لو تطرقنا الى معنويات الشعب المصري قبل 73 هنلاقي ان ناس كتير في تلك الفتره كانوا بيدعوا ان مصر غير قادره على الحرب، وانها لو دخلت حرب لن تصمد طويلا. الشعب المصري كان في ذلك الوقت كان بيحاول ان هو يدفع بقيادته الى الحرب، كانوا في انتظار اعلان البدء او اطلاق اشاره الحرب لاستعاده الارض. في النهايه حرب اكتوبر لم تكن مجرد تاريخ، ولكنها كانت درس متجدد في الوطنيه والكرامه والعز. كنا معاكم في حلقه عن انتصارات اكتوبر، نشوفكم في حلقه جديده من حلقات برنامج مصريات.